مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. ورجعت لكم بفيديو كلش حلو ومنعش. طبعا اليوم الفيديو مثل ما تشوفون يخص النباتات واكيد حديقتي. طبعا حديقتي كل شهرين ثلاثة ارجع اشتري لها نباتات ان كانت ظلية او نباتات عادية. وبحكم انه اني دائما اجدد عندي النباتات الظلية، فصارت عندي خبرة بيهن بصراحة اكثر من 5 سنين فما فوق. عرفت شنو اللي يعيش عندي ويطول مدة طويلة سنين توصل، واكو نباتات لا والله حدها شهر شهرين تموت عندي. فأكيد راح أشارككم بهذا الفيديو النباتات الظلية اللي إن شاء الله تكون عايشة يمكم بدون جهد أو تتطلب من عندكم عناية زايدة. وهسه راح نجي على أول نبات ظلي إن شاء الله يظل عايش وياكم سنين مثل ما عاش وياي، اللي هو اللبلاب. طبعا اللبلاب كلش عناية سهلة بيه. أول شي تقدرون تجذرون وتكاثرون من عنده، يعني ما شاء الله يترسكم البيت. هاي أول شي. ثاني شي انه صعب يموت عندكم الا اذا بحالة هملتوه كلش او مسقيتوه او خليتوه على شمس مباشرة، هنا اكيد راح يموت عندكم. والعامل الاساسي انه تكون فترة طويلة للنبات يعيش عندكم اللي هو البتموس. بنات لازم تختارون ارقى درجة بالبتموس اللي هو البتموس الهولندي. صح يكون شوية أغلى من البتموس العراقي والتركي، بس هو أفضل نوعية للنباتات الظلية. وعن تجربة بنات هواي زرعت بتموس عراقي وتركي، بس مثل الهولندي بصراحة ما شفت. ما شاء الله عليه، يعني يكبر النبات ويخليه ينتعش، وتقدرون تحافظون عليه مدة 6 أشهر بدون ما تغيرون البتموس، بس مجرد توخرون الطبقة الفوق من البتموس لأنه شوية تصير شلون باهته. توخرون الطبقة الفوق وتخلون بتموس جديد فقط. بنات لا تنزلون على الجذور، لأن إذا نزلتوا على الجذور أكيد راح تموت عندكم النبتة. هاي نصيحة لوجه الله. من تريدون تجددون البتموس للسندانة فقط اخذوا القسم الفوق وجددوه بالبتموس. وهسه نجي على النبتة الثانية اللي هي بالنسبة إلي عشقها عشق لا ينتهي، اللي هي عصا موسى. طبعا سبحان الله هاي النبتة بها فوائد كلش هواية. أولا توخر الطاقة السلبية من البيت. ثانيا تخلي رزق للبيت وتبعد عنكم الحسد، يعني مثلا لا سمح الله واحد ضربكم بعين تطلع بيها تموت فأنصحكم بيها بنات. اقروا عنها الجوجل، كتبوا عصا موسى وفوائدها بالبيت شنو. أنا بالنسبة إلي اللي ما يشتريها خسران، فاقروا عنها لأن فوائدها كلش هواية وما أقدر أذكرها كلها بالفيديو. هماتين عمرها طويل إذا حافظتوا عليها. وهسه ننتقل للنبتة الثالثة. النبتة الثالثة اللي هي المطاط. المطاط هماتين يعيش لسنوات إذا حافظتوا عليه. طبعا هو الحفاظ شنو؟ مرة واحدة بالأسبوع تسقوه. ها هي كل ما يريد من عندكم. واللي يقول ما أقدر أخليهم أسبوع يعطشون، هم حق الواحد هم تجي فترة شك إنه عبال النبات محتاج مي. فش تسوون؟ تدخلون إصبعكم بالبتموس، إذا شفت البتموس ناشف هنا دا يقولكم اسقوني، وإذا كان رطب لا تسقوه أبدا. والنبتة الرابعة اللي هي نبتة الزامية، هم تجنن وهم شكل خضار ما شاء الله عليها. طبعا هي تكون بصيلات فما تموت بسهولة وما تحب السقي أبدا، بالصيف مرتين بالأسبوع تسقوها قلاص واحد، بينما بالشتاء كل شهر مرة. والنباتات الظلية الباقية اللي هي ديفن باخية والأجلونيميا وجلد النمر كذلك كل أسبوع مرة نص قلاص ماء إلى قلاص. وطبعا ذني النباتات كلهم ظلية ويعيشون يمكم سنين إن شاء الله إذا حافظتوا عليهم ومشيتوا بالنصائح. ودرجة حرارة تكون معتدلة إلى برودة، مو حارة. تمام بنات؟ إن شاء الله استفادتوا من هاي النصائح، وكتبوا لي بالتعليقات إذا استفاديتوا وتحبون هيك فيديوهات لو لا. وهنا من بعد ما رجعت من المشاتل، لأن هواي مشاتل فريت، وطبعا المشاتل كان بالقناة اللي يسأل من اشتريت النباتات. وأول ما اجيت صار عندي واهس للحديقة كلش، لأن تعرفون واحد من يشتري نباتات يصير عنده حماس إنه يكمل الحديقة على أكمل وجه. فقلت له سيوفي قص الثيل، ومثل ما شفتوا قصه، وحبيت أصبغ لون السياج. ومثل ما تشوفون هسه رحبتي أزرع. طبعا جبت السنادين ذني كلهن مثل ما تشوفون. طبعا هنا أنا كنت زارعة كلانشو، والكلانشو كان موسمي فأكيد ما تعدي. وهنا أنا عندي ورد الصباح بقى على حاله، بس شوية راد إضافات مثلا منيش راح أضيفها وياه.
وهنا أنا كنت زارعة نطلع الشيطان. كنت زارعة النعناع، والنعناع هماتين بهذا الحر مات، يعني تعرفون موسمي. فهسه راح ازرع بذني السنادين، كل ذني اللي تشوفوه قبالكم، واكيد الظليات راح ازرعها بذني الكبار. هنا شيرو ويانا قاعد يباوع ويانا. وهسه راح ابدي وياكم بالزرع. طبعا اول شي راح نحتاجه هو الفلين. ليش؟ على مود نخليه بقاع السندانه. اول شي راح ابدي بيه النباتات الظليه. بسم الله نبدي نقص. طبعا السندانه الكبيره هاي راح اخليها للبلاب، وانا عندي البلاب قديم وكاثرت منه كلش هوايه، بس عاجبني اجيبه هيك مثل ما تشوفوا هذيك. ايش راح اسوي؟ اول خطوه راح اخلي الفلين. ليش؟ على مود من يصير هوايه مي شويه يطوف عندي. تعرفون ذن المعلومات قايلتها الفيديوهات كلش هوايه. طبعا بس نملي الارضيه مال السندانه وبس، ما نخلي اكثر. وهسه راح اضيف البتموس اللي هو هذا بتموس هولندي كلش درجه اولى. بسم الله. خليت هاي الكميه. سيوفي تعال اعطيني اياه البلاب داخلي. بسم الله. اللي بهالطريقه ونترس دائما دائره. هاي اول شي خلصنا. وهسه نسقيها. طبعا نسقيها مي آرو. هاي لازم شوية ننقعها هماتين على مود تنتعش. خلي لها كمية مناسبة، يعني مثل ما تعرفون البتموس ناشف، ف هخلي لها كمية كلش هواي. من بعدها يصير سقيها اسبوع، يصير سقيها اسبوعي، قلاص واحد فقط لا غير. وهاي النبتة الزامية اللي داقلكم كلش احبها. طبعا ماما كلش تحبها، لذلك انا حبيتها على حب ماما وقمت اجيبها بسبب امي، يعني حببتني بيها. وطبعا حابة هماتين اذكر لكم نبتة اللي هي نبتة الكريسماس او العيد ميلاد. طبعا كلش هماتين حلوة كمظهر ككبر، يعني اللي عنده مكان مثلا زاوية وحاب يشتري فتشي كبير خليه يشتري النبتة مال الكريسماس او نبتة العيد ميلاد. هم كلش حلوة وابد يعني ما تموت الا بحاجة واحدة مثل ما قلت لكم الهمال. طبعا اكيد راح تقولوا لي ليش لعد ما جبتي منها. بصراحة بنات هي تكون كبيرة جدا، يعني ما عندي مكان الها، يعني من اجيبها لازم يكون لها زاوية مخصصة الها. فقلت ان شاء الله عندي يعني تعديلات وترتيبات جديدة للبيت، فان شاء الله راح اشتريها. وطبعا ماتي اللي ماتت بسبب شنو؟ بسبب الحشرة. طبعا حشرة تخص النباتات الظلية، الله يجفيكم شرها. يعني إذا طبت للنبات، وخاصة أنتم يعني مثلا ما تدرون، هي تعيش يم الجذور تاكله أكل، يعني بيومين ماتت النبتة عندكم. فدر بالكم من هاي الحشرة، بس تشوفوها عالجوها بالمبيدات. وطبعا مو أي مبيد، أكيد أبو المشتر راح ينصحكم به. وهم حابة أنصحكم بسالفة اللي تخص النباتات الظلية. بنات أني أبدا ما أعطيهن أي سماد، كان NPK أو ما أعرف شنو فسفور وكذا، أبد ما أعطيهن. لأن مرة انطيتهن هاي بداياتي ماتن كلهن، لذلك قلت التوبة أعطي بعد للنباتات سماد، أبقيها على عنايتي الأسبوعية فقط. وهاي نصيحة لوجه الله، أبد لا تخلولهن أسمدة، عمود تعيش وياكم أطول فترة ممكنة. هنا أنا شيرو ما في غيره، دا يقولكم خلوا لايك للفيديو مو تنسون. طبعا اللي وصلت اللي هنا بهاي الدقيقة من الفيديو هم تترس لي التعليقات قلوب بنفسجية وردية بكيفكم. وأهم شي تشيرون هذا الفيديو لأي واحد يحاب يقتني
نباتات ظلية. وإذا حابين أحكيكم عن النباتات الخارجية هم كتبولي بالتعليقات. واللي هنا خلص الفيديو، أتمنى استفاديتوا منه واستمتعتوا بيه. أترككم بحفظ الرحمن، ومع السلامة في فيديو قادم. باي باي.